عضة سمك التيلابيا بسعيدة عضة ليست ككل العضات، بحيث يقصدها الناس من كل المناطق للشفاء من الأمراض الجلدية. السمك في هذا الحوض يعرف مهمته جيدا، وما على المريض إلا الدخول في الماء وانتظار عدد من الأسماك وكأنهم فريق طبي لاستئصال المرض. مراسلتنا من سعيدة فاطمة تعرفنا بهذه الأسماك التي لها رتبة الأطباء. هذه اللافتة تقودك إلى الحوض الطبيعي بعين سخونة ولاية سعيدة. مياه طبيعية مالحة يعيش فيها نوع فريد من الأسماك يقصده المواطنون للاستطباب من الأمراض الجلدية. يجلس الناس فيه لمدة زمنية معتبرة ينتظرون قدوم السمك من أجل عض مناطق المرض. هنا يقترب السمك من رجله، يبدو أنه وجد مكان المرض. الحوت هذا زين. الحوت هذا كن نريحو هنا ويقعد ياكل في البنادم، يريح له باش يقعد ياكل في الجلد تاعه. دواء بحال زين للجلد تاع البنادم، زين للكزيمه، الحب، زين للصدفيه، زين الشامبينيو هذاك اللي واحد المرض. شوف كاع امراض تاع الجلد ياك زين ليهم الحوت هذا. حتى والماء هذا ثاني زين للجلد، تاخذ فيه يقولوا فيه الكبريته، وفيه ذيك الافرازات اللي يطلقهم الحوت. والحوت هذا كي يقعد يعض في البنادم كيما هكا، والله يقعد يقرص فيه يمشي للبلاصه كيما نقولوا حبه، ومولاها يصبر ليها ويسيل الدم وكاع واشتهي يصبر ليها ويريح. مريض آخر جرب عدة أطباء مختصين لكن دون جدوى، حيث فضل طلب الشفاء بعضة الأسماك التي وهبها الله حكمة في أسنانها. هذه لابسيورازيس، وفوت عليها صافي 20 طون ريفيه، فوت عليها كاع لي كروند دارموطولوج في الجزائر، في الجزائر، قسنطينه، بغيت نروح حتى للترك. قالوا لي دي سيونس كيما هكا الحوت. جا واحد نعت لي انا، شفت انا يسكن هنا في تيار صاحبي، قال لي كاين واحد البلاصه سموها عين سخونه في ولايه سعيده، قال لي ها كي تروح لها وزين نيتك. قال لي كاين واحد الحوت راه يجي ياكل كسره، قال لي تجمع فيه ما يهلكك ما والو. ايوا راني جاي، ما نكذبش عليكم، سي لا بروميير فوا تاعي اللي راني جاي هنا، وراني داير النيه، والله العظيم نقول لكم حاجه، ملي دخلت ما خرجت. في المومو هذا دروك اللي راكم تشوفوا فيه راه ياكل فيه الحوت، في ظهري، في دراعي، وفي كراعي ثاني، في رجلي راه ياكل فيه الحوت. هذا الحوض الطبيعي يقصده الناس من كل فج عميق طلباً للشفاء على يد سمك التيلابيا، وليس على يد طبيب مختص في الجلد، خاصة وأن نوع هذا السمك لا يوجد له مثيل إلا في ولاية سعيدة وفي دولة أوروبية فقط. عندنا هذا المنطقة المسبح طبيعي كبير، هذا مسبح طبيعي وليس اصطناعي كمان. فيه الحوت طبيعي، حوت لا يوجد في العالم الا من منطقتين، منطقه عين سخونه ومنطقه في تركيا. هذا الحوت يعالج الاشخاص اللي فيهم الحب، فيهم الكزيمه، وبالدليل ثاني شفنا شحال من واحد تعالج هنايا. نعرفوا الناس اللي يجوا منهم بزاف من 0 إلى 48. انا جاي موهر العينات نتاع بركه، وفيها الحوت مليح، هذا مليح الحب، مليح الحساسيه، مليح كل شيء، مليح الجلد، يعني مليح كل حاجه. هذا بعد جلسة في ماء الحوض هناك مرحلة ثانية يقوم بها المرضى، حيث يتم طلاء الجسم بالطين. ويقول أهل سعيدة إن هذه المنطقة تقع فوق بركان خامد. بنتي جبتها من البيض، فيها مرض جلدي، ذكروا لنا في الدواء فيها عين سخونه، لازم ندير لها الحماق باش تريح منه. انا جبناها درنا النيه على الله ان شاء الله. شتوني الهوا، حكيت لكم شكاين في هذاك الواد اللي فيه الحوت وكلش. درك كي تكمل ثم تقعد واحد 1 اور ولا 2 اور تقعد تماك هكا، الحوت يقعد ياكل فيك القشره كما حكيت لكم، يقعد هذيك القشره ياكل فيها، تقعد واحد 2 اور. درك كيما نقولوا درك دير ماسك كيما يقولوا، ماسك تجي هنا كاين واحد الطين ها ولا هنا، ولا هنا، لا هي دير ماسك هكا تخليه ينشف بوندون واحد 1/2 اور فيك، ومن بعد تروح تشلل. داير ربي سبحان الله الشفاء والسلامه. من خصائص الحوض تجدد مياهه بشكل طبيعي، حيث تذهب المياه المستعملة بعيداً لتشكل هذه السبخة الكبيرة.
هي إذن رسالة للمرضى الذين يعانون من أمراض جلدية الذهاب إلى سعيدة رغم أنها بعيدة عن كثير من الولايات من أجل عضة سمك ليست ككل العضات. فاطمة دحماني لبرنامج مراسلون.